السلام عليكم. تامر حسني الميجاستار المصري عنده مجموعة من التساؤلات المهمة اللي شاغلة بال ناس كتير جدا من الشارع المصري عن سلامة الغذاء والدواء، وهو كان عايز ردود علمية ومبسطة ومبنية على أدلة، وأنا شايف ناس كتير بتطالب فعلا بنفس الموضوع ده. ولو أول مرة تشوفني فأنا صيدلي مصري اسمي محمد عادل، وكمقدم خدمة طبية، ومن ضمن أدوار الصيدلي المتعارف عليها هي تثقيف المريض نفسه، فأنا حابب جدا إن يكون ليا دور في ده بما إني كمان صانع محتوى تعليمي هنا في مختلف المنصات. فإحنا هنرد على كل نقطة أثيرت بتفاصيل علمية مبسطة، وهنستند على أحدث الدراسات وتوصيات المنظمات الصحية العالمية والمحلية كمان. كالعادة المصادر هتكون موجودة في التعليقات والديسكريبشن. أول سؤال كان عن الخضار والمبيدات. الخضروات الورقية زي الخس والجرجير وورق العنب آمنة ولا لا؟ وإزاي نطمن إذا كانت مرشوشة بمواد ضارة ولا لا برضه؟ طيب مبدئيا خلينا نتكلم عن الرش والمبيدات. استخدام المبيدات الزراعية دي ممارسة عالمية وضرورية لحماية المحاصيل من الآفات والحشرات، ده الهدف الأساسي منها. من غيرها ممكن جدا إننا نفقد جزء كبير من إنتاجنا الزراعي. وهنا المشكلة أصلا مش في استخدام المبيدات نفسها على قد ما هي في متبقيات المبيدات دي ومدى التزام المزارعين بفترات الامان قبل الحصاد. طيب كده واضح ان الموضوع ليه قوانين وقواعد، صح؟ طبعا صح. في مصر وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بتحط ضوابط صارمة وتسجيل للمبيدات الآمنة. يعني فعلا لما بتتحلل عينات الخضار اللي في السوق المصري لازم تكون العينات دي بتحتوي على متبقيات مبيدات ضمن حدود المسموح بيها دوليا. ده الشرط اللي بيخليها آمنة للاستهلاك، ومع ذلك اكيد في نسبة من التجاوزات بتحصل نتيجة لسوء استخدام بعض المزارعين. وهنا ممكن يجي في بالك سؤال، طب احنا ازاي نطمن ونحمي نفسنا؟ انت كمستهلك عادي ما تقدرش تميز الخضار المرشوش بمجرد ما تبص له، لكن الجهات الحكوميه هي اللي بتعمل ده وبتفرض غرامات وبتعاقب اللي يخالف. ولكن انت كمان تقدر تاخد اجراءات احترازيه تقلل من خطر متبقيات المبيدات دي بشكل كبير. الموضوع عباره عن خطوات بسيطه، زي انك تغسل الخضار الورقي بالميه الجاريه وده هيشيل جزء كبير من المبيدات السطحيه، وزي كمان انك تنقع الخضار في ميه متضاف لها شويه خل لمده 10 او 15 دقيقه، والعمليه دي بتشيل انواع كتير من المبيدات عن طريق تكسيرها. وزي كمان التقشير او انك تشيل الورقه او الطبقه الخارجيه للخس والكرنب مثلا، ده هيقلل اكتر واكتر من تعرضك للمبيدات. ودي كلها حاجات انا شفت الست الحبايب وهي بتعملها، واظن ستات البيوت كلها عارفاها يعني، وكان بيحصل عنها توعيه تلفزيونيه زمان. طبعا متخصصين المجال ده يقدروا ياكدوا على كلامي ده بكل سهوله، ولو في حاجه فايتاني يا ريت يتكلموا فيها. تاني سؤال عندنا هو البيض والفراخ. هل فعلا الفراخ محقونه بالهرمونات؟ الكلام ده بجد؟ في اسطوره او اشاعه كده طالعه في مجتمعنا وفي الشارع المصري ان الفراخ البيضه بتتحقن هرمونات علشان تكبر بسرعه، وده كلام مش صحيح لا علميا ولا عمليا. عشان السر الحقيقي ورا النمو السريع للفراخ البيضه هو التحسين الوراثي او الانتخاب الجيني، او اللي هو ببساطه كده زي التهجين، وده بالمناسبه بيحصل على مدار سنين كتير قوي، مش بيحصل على طول كده. زائد كمان التغذيه المتوازنه العاليه في البروتين والفيتامينات والرعايه البيطريه، والموضوع ما فيهوش اي هرمونات. وبعدين استخدام الهرمونات في الدواجن ده مكلف جدا وحاجه فعلا مش عمليه. انت محتاج تحقن الفراخ كلها في المزرعه كل يوم، وده شيء مش عملي اطلاقا. ده غير ان المواد البناءه دي تكلفتها غاليه جدا على انها تستخدم الاستخدام ده. طبعا ده غير ان دي حاجه ممنوعه دوليا ومحليا برضه، وعليها رقابه وغرامات ومخالفات. طب وبالنسبه للمضادات الحيويه، المضادات الحيويه بتستخدم فعلا لعلاج الدواجن، ولكن ده بيكون فيه اشتراط عليه، والاشتراط ده هو انك تسيبها قبل ما تتذبح بفتره كافيه، او يعني ما تذبحهاش غير بعد مده معينه، ودي بيسموها فتره السحب. والفتره دي بتكون لضمان خلو اللحم بتاعها من متبقيات المضادات الحيويه. وحابب انوه كمان ان وزاره الزراعه المصريه دايما بتؤكد باستمرار خلو الدواجن من الهرمونات وسلامتها للاستهلاك. كل شويه بيصرحوا بده بشكل علني، وطبعا المتخصصين في المجال ده برضه يقدروا ياكدوا كلامي، ولو فاتني حاجه يا ريت حد يقولها. ثالث سؤال كان شرب الماء بكثره مفيد ولا لا؟ الميه هي سر الحياه، وشرب كميات كافيه منها ضروري لوظائف الكلى ونضاره البشره ولتنظيم درجه حراره جسمك. نصيحه شائعه ان احنا نشرب 8 كوبايات ميه يوميا، دي قاعده عامه كويسه، لكن الاحتياج الفعلي بيختلف من شخص للتاني بناء على وزنه ومجهوده البدني وحاله الجو نفسه. يعني احنا لو في الصيف وانا بتمرن تمرين شاق انا ممكن اخلص لتر او اكتر في التمرينه، كلام منطقي. طب بس هل شرب الميه كتير قوي مضر؟ ايوه، الافراط المبالغ فيه في شرب الميه، يعني شرب لترات كتير جدا في وقت قصير جدا، واحنا هنا بنتكلم عن مبالغه، خلي بالك. يعني مثلا حد شرب 10 لتر في اليوم او شرب 5 لتر في ساعتين، مبالغه. ده فعلا ممكن يؤدي لحاله طبيه خطيره تعرف بالتسمم المائي او نقص الصوديوم في الدم، ودي حاله فعلا خطيره، يعني هي ممكن تؤدي لغيبوبه او وفاه. طب الحل الصحي ايه هنا؟ الحل الصحي هو ان انت تشرب ميه وتراقب لون البول. اللون لو اصفر فاتح دليل على ان انت هايدريتد، او بمعنى بالعربي ان جسمك فيه ميه كفايه. واللون الاصفر الغامق معناه ان انت فعلا محتاج تشرب ميه دلوقتي. الموضوع بسيط، والتوازن والاعتدال كالعاده هو الاساس بتاع الصحه. طب رابع حاجه بقى، الحليب مضر ولا كويس؟ في كلام كتير قوي عليه. الحليب ومنتجات الالبان مصادر ممتازه للكالسيوم وبروتين عالي الجوده وفيتامين د، ودي عناصر اساسيه قويه جدا، ووجودها مع بعض متجمعه في حاجه واحده سهله ان انت تشربها مفيد جدا. ولكن لسه في جدل، والجدل ده احنا نقدر نلخصه في كام نقطه كده. اول نقطه هي عدم تحمل
للاكتوز. نسبه كبيره من الناس بتفقد القدره على هضم سكر الحليب اللي هو اسمه اللاكتوز بعد الطفوله، وده بيسبب لهم اسهال وغازات وانتفاخات بعد ما يشربوا الحليب. دول بالنسبه لهم الحليب العادي ده مزعج، ولكن جزء منهم بيحصل له تاقلم ويتعود وما يجيلوش كل المشاكل دي، او تجيله بصوره اخف كتير لما يستخدم الحليب بشكل دوري. وطبعا في فئات منهم هو بيتعبهم جدا، فاللي بيتعبك كقاعده عامه اكيد الاصح ليك ولصحتك فعلا انك تحاول تبعد عنه. ممكن ساعتها تستخدم بدايل ليه زي البدايل النباتيه للحليب. بس في ناس بقى عندهم حساسيه بروتين الحليب، ودي تختلف عن عدم تحمل اللاكتوز خالص، لانها بتعتبر تفاعل مناعي، وهنا برضو في الحاله دي الاصح ليك انك توقف استهلاكه. ولكن نخلي بالنا ان مش صح ابدا ابدا ان احنا نعمم الكلمتين اللي انا قلتهم دول. احنا هنا بنتكلم عن حالات طبيه صحيه، مش بنتكلم عن ان كل الناس المفروض توقف الحليب. الكلام ده ما يصحش يتقال علميا حتى. يعني انت لو ما عندكش حساسيه او عدم تحمل لاكتوز، فالحليب كويس ومفيد جدا ليك ضمن نظام غذائي متوازن. مفيش اي دليل علمي قاطع يثبت ان هو سم قاتل زي ما بيقول بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي ابدا. خامس سؤال والاكثر جدلا بالنسبه لي، الادويه لازم تتاخد ولا مش لازم تتاخد؟ الادويه دي مركبات اتصممت بهدف علاج امراض او تخفيف اعراض او الوقايه منها، والقاعده الذهبيه في الطب هي ان لا يوجد حاجه ملهاش اثار جانبيه حسب السياق. احنا لسه قايلين ان الميه ممكن تقتلك في سياق معين. طب امتى بقى لازم ناخد الدواء؟ ما هو لازم سياق، فاحنا لازم ناخد الدواء في اوقات معينه، زي مثلا في حالات الامراض المزمنه زي الضغط والسكر وامراض القلب. وهنا الادويه بتكون بوصفه طبيه وضروريه جدا لا غنى عنها، وايقافها قد يهدد حياتك. وزي برضو في حالات العدوى البكتيريه الشديده، وهنا برضو بتكون بوصفه طبيب. الوصفه الطبيه في الحالتين دول بتنقذ ارواح. طب امتى بقى مش لازم ناخد الدواء؟ في حاله الاستخدام العشوائي، زي الاستخدام العشوائي العمال على بطال للمضادات الحيويه، واستخدامها لعلاج نزلات البرد والانفلونزا وحاجات فيروسيه المضاد الحيوي مش هيعمل فيها حاجه. خلي بالك ده خطأ فادح، ده مش بيفيد، بالعكس ده بيضر. بيساهم كمان في ظهور البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه، ودي كارثه على الانسانيه كلها. وزي كمان في حاله الاستخدام العشوائي والمفرط للمسكنات. استخدام المسكنات لاي الم بسيط بشكل يومي ومزمن لفترات طويله ممكن يعمل قرحه في المعده، وممكن يعمل فشل كلوي على المدى الطويل. كقاعده عامه ما تستخدمش الدواء من دماغك، ولا من نصيحه حد من قرايبك، ولا من معلومه على الانترنت. الدكتور بس هو اللي يكتب لك الدواء، او تسال حد متخصص زي كده. وبرضه ممكن على حسب المشكله اللي انت فيها تلاقيني بقول لك لا روح لدكتور. اخر حاجه عايز اقولها هي ان الجدل اللي حاصل في مجتمعنا في الغذاء سببه الرئيسي انتشار معلومات مغلوطه على السوشيال ميديا. البحث عن الريتش والشهره ادى الى ان ناس كتير تستخدم الخوف كسلاح، بيستخدموا اساليب ترعبك وتخوفك وتحسسك ان المنظومات دي كلها بتشتغل ضدك، وكل ده علشان انت غصب عنك ولا شعوريا تحس ان الحل مع الناس دي وهم اللي هينجدوك. الرجوع للمصادر العلميه الموثوقه والاعتدال في كل شيء هم دول صمامين الامان لصحتنا وصحه اولادنا.